السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم صوفي شانيل. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة بغيت نشارك معكم هذا الكيك اليومي اللي كيجي هشيش ورطب بزاف وساهل. كنتمنى ان الوصفة تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركة الله. عندنا هنا 3 ديال البيضات، كاس تاع الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده. عندنا هنايا تقريبا 3 الكيسان ديال الدقيق، طريفات ديال الشكلاط. عندي هنايا ساشي بنكهة زهرة البرتقال. عندي 3 لي ساشي ديال خمارات الحلوى، ونحتاج 2 معالق ديال الخل. ندوزو للطريقه. اول حاجه ناخذ الاناء، غادا ندير فيه شويه ديال الملحه، وغادا ندير فيه ديك الساشي ديال نكهة زهرة البرتقال. تقدروا تنكوا بقشورة الحامض او الفاني، يعني اللي عندكم ما كاينش مشكل. ونديرو دوك 3 البيضات بطبيعه الحال، يعني نكونوا ديجا محيدينهم من الثلاجه قبل. ونزيدو عليهم داك الكاس ديال سنيده، وبطبيعه الحال الحلاوه راه كتبقى على حسب الذوق. صافي هنايا غادا نخلط داك البيض مع سنيده مزيان حتى كتذوب لي ديك السنيده وكينسجم لي داك الخليط. من بعد كنضيف داك الكاس ديال الزيت، وانا كنخلط. صافي هنا بعد ما خلط عاود مزيان نضيف داك الكاس تاع الحليب. هنا الحليب راه تقدروا تعوضوه بكاس ديال عصير الليمون. انا هنايا ضفت غير الحليب، درت كاس تاع الحليب صافي. وغادا نخلط مزيان. هنا من بعد كنضيف نص الكميه ديال الدقيق اللي عندي، وكنضيف على دوك 3 الخمارات. وكنخلط عاود مزيان. كيف لاحظتوا يعني راه اي مكون ولا شي حاجه كنديرها حتى كنخلط مزيان، عاد كنضيف المكون الثاني باش هكا الكيكه ديالنا كتنجح معانا. هنا الدقيق راه ضروري كنقسموه على 2 دفعات ولا 3. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي خدات لي هاد الكيكه هادي، خدات لي 3 الكيسان بالضبط. عبار كاس العنبه اللي خدات ليا، هذا هو القوام ديالها. صافي من بعد كنزيد هنايا 2 معالق كبار تاع الخل. هنا الخل باش كيخلي ديك الكيكه عندنا كتجي هشيشه، كيعطيها واحد الهشاشه واحد الخفه. صافي وكنخلطو مع الخليط اللي عندي ديال الكيك. صافي كيف كتلاحظوا هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه. يعني راه هانتوما الخليط تاع الكيك فاش كتحاولوا انكم ديروا به يعني هكا شي رقم 4 اولا 1 ولا شي حاجه، راه كيتكتب معاكم. اولا فاش كتهزوا بها ديك الفوي كيهبط معاكم خيط واحد، يعني ما كيتقطعش. صافي هذا هو الخليط اللي كنتحصل عليه. هنا جبت غير المول عادي ديال الكيكه، اللي ما كنظن انا ما كاينش شي دار مغربي ما عندهاش هذا المول هذا. صافي دهنتو بالزبده، رشيتو بالدقيق صافي، وكنكب فيه الخليط ديال الكيك عندي. ومن بعد كناخذ هذوك القطع ديال الشكلاط. هاد المرحله هذه اختياريه، كنديرو هكا في فوق الكيكه في الوسط. انا غير كانت واجد عندي صافي درتو. وغادا ندخل الكيكه طيب حتى كطيب لي من الفوق ومن التحت، كتحمر لي مزيان. هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. بالنسبه للفران راه كنكون شاعله على 160 درجه، كتاخذ لي ساعه المكانه ديال الطياب. ها نتوما كيف كتلاحظوا راه محمره وكتجي خفيفه. صافي هنايا بالنسبه للتزيين ديالها راه ساهل وبسيط، يعني ما غاديش نحتاجو شي حاجه. هنايا خديت غير المربى الخاص بالحلويات، ندهن به الوجه ديال الكيك. تقدروا ديروا مربى اولا العسل اللي متوفر عندكم. وكذلك غادي نرشها هنايا بالكوك.
صافي يعني كيف قلت لكم راه تزيين خفيف ظريف. صافي هنايا خديت الكوك بعد ما دهنتها كنرشها هكا بالكوك من الفوق. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. كيف تبارك الله كتشوفوا راها طالعه وكتجي محمره وخفيفه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم لا فيديو ما تنسوش تدعموا القناه باللايك والاشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.